اللي كنت متوقعه، انا كنت حاسس ان احنا مش هنكسب النهارده، ولكن الطريقه اللي خلص بيها ماتش التعادل ممكن تفرح كتير من الاهلاويه وممكن تزعل كتير من الاهلاويه. انا من الناس اللي متضايقه. انا مش فارق معايا التعادل، مش فارق معايا الفوز، مش فارق معايا حتى الهزيمه كنا خسرنا. ان انا كده كده قبل كده قايل كذا مره انا مش فارق معايا الدوري ده على قد ما انا فارق معايا دوري ابطال افريقيا وكاس العالم. ولكن الاسلوب الاهلي لعب بيه النهارده لا يرتقي لسيراميكا كليوباترا، لا يرتقي للمصري، لا يرتقي لاي فريق بيلعب في المركز الثالث والرابع والخامس والسادس. هتقول لي ليه؟ هقول لك استحواذ بلا هدف. ما هي خطة كولر للنادي الاهلي قدام بيراميدز النهارده؟ ولا حاجة. الحاجة الوحيدة اللي احنا شفناها ان كولر مخلي اللعيبة تضغط من قدام على لعيبة بيراميدز عشان تقطع الكورة بسرعة تجيب بيها جول لو عرفت. غير كده مفيش. غير كده يا اهلي لو معاك الكورة هتعمل ايه؟ معرفش. طب رامي امام عاشور مع الثلاثة قدام ليه؟ مع وسام وحسين وبن شرقي؟ معرفش. امام عاشور اللي الناس كتير هتشتمه علشان ضيع فرصتين في الشوط الاول، هو اكتر لاعب في الخط الهجومي، هو اللي بيجري وهو اللي بيلعب. طبيعي ان امام عاشور اصلا اناني. انت مش جاي تكتشف النهارده ان امام اناني، ولكن لازم تعرف النهارده ان امام هو اهم لاعب في خط هجومك قدام حاليا. امام عاشور قبل الجون ما يجي فينا وبعد الجون ما يجي فينا هو الوحيد اللي بيحاول يعمل حاجه، هو الوحيد اللي بياخد الكوره وعمال يقول اللي قدام قدموا لي افتحوا لي شويه. لا وسام، ايه يا وسام؟ ايه الفورمه دي يا وسام؟ ايه فورمه كده؟ ايه الفورمه دي؟ مالك في ايه؟ بعد الاصابه خدت ماتش واثنين وثلاثه وعشرة، ايه الاصابه؟ مش فاهم في ايه. وبن شرقي ما جاش النهارده. حسين الشحات ما شفتلوش حاجه تذكر غير الكوره كانت اوفسايد راح امام اللي هو جابها حطها بره. يعني الناس حتى هتلوم حسين، هتلوم امام اللي هو ما باصاش لحسين. طب ما جت لحسين طلعها بره الجون اصلا. يعني امام قط احمد الشناوي وشاطها جت في المدافع على الخط. تتفق او تختلف وتقول لي اصل هو كان المفروض يشوطها مره واحده. ما لو شاطها مره واحده ممكن تعلى فوق الجون او تيجي جنب الجون. بص انت لعبت كوره قبل كده وعارف اللي فيها. شوطه من اول لمسه هي الصح، ولكن انت متاكد انها هتيجي من امام؟ لا، امام عمل ان هو عاوز يضمنها، لم احمد الشناوي وشاطها. هتقول هو عاوز يعمل شو؟ هقول لك لا، مش عاوز يعمل شو. لان حتى الجون الاولاني، الكون الاولاني اللي ضيعها قبلها اللي استلمها بدل ما يشوط وبرضه ركنها. يا جماعه في لعيب هو واثق من نفسه قوي فهيديها من اول تاتش يجي، وفي لعيب هو عاوز ياكدها ويضمن عليها. هو امام النهارده كان من النوع ده. امام النهارده الكره الاولانيه ثبت الكره باستلامه وشاط جت فوق العارضه، والتانيه لما احمد الشناوي وشاطها جت في المدافع. غير كده ايه شكل الاهلي؟ مفيش غير فرصه ثانيه في الشوط الثاني من امام عاشور، قصدي من وسام ابو علي، اللي جراديشار جه لمسها له بينيه. جراديشار بعد كده هو اللي يبدا الاساسي مش وسام. وجراديشار بعد كده يبقى جوه البوكس يا جدعان، ما يجيش ما يلاقيش جراديشار في نص ملعبنا احنا بيلعبنا يا جدعان. ما احنا قلنا نجيب بن رمضان عشان الحوار ده يبقى مع امام عاشور في النص بقى بيلعبنا. طالما انت مش واثق في السوليه لسانه كبر ولا واثق في قفشه خلاص. لكن يا حاج كولر انت فلست. انا من اكتر الناس اللي كنت بدافع عنك لحد ما الصفقات جت. انا مش شايف شكل. انا شايف ان انت بن شرقي جالك مع وسام مع امام مش عارف مع جدشار مش عارف مع مين، ايه ده؟ مهاجمين حلوين، انزلوا كلكم العبوا في الهجوم، اتصرفوا. احنا مش شايفين خطه. الخطه الوحيده اللي شفتها النهارده انك بتضغط من قدام عشان تقطع كوره تجيب بيها جون. غير كده الكوره مفيش حاجه. يا جدع ده رامي ربيعه ان انا مش طايقه، هو اكتر واحد في نص ملعب الاهلي بعد امام عاشور بيحاول يطلع بالكوره ويحاول يروح بالكوره، وكان هيغلط وكان يلبسنا في جون. بغض النظر عن اخطائه الشوط الاول كان لبسنا جون في الشوط الثاني بسبب طلعاته الكتيره بالكوره. لكن لاعب عنده حميه، لاعب انا ما بحبوش على فكره رامي ربيعه، لكن عنده حميه. هتقول لي منين ما بتحبوش عنده حميه؟ دي حاجه ودي حاجه. لاعب عاوز يكسب. وحش ما بحبوش، ما يلعبش اساسي اصلا في الاهلي، لكن هو عنده حميه. لاعب بيلبس كل مره نفس الغلطه وبيتعلمش منها، بس لاعب عنده حميه. النهارده اشرف داري عامل مباراه قويه قوي 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 للصبح.
الشوط الاول نجم الماتش عندك محمد الشناوي واشرف داري، دي معناها ايه؟ ان بيراميدز هو كان احسن. الدوري كده كده بنسبة 90% مش للأهلي، ولكن الحوار مش في الدوري، الحوار في مدرب أفلس. كولر أفلس. كولر ما عندوش حاجة جديدة يعملها. كولر خلي اللي بيدافع عنه واللي كان بيهاجمه الاتنين دلوقتي بيهاجموه. عارف الوقت صعب وعارف الوقت حساس جدا، ولكن يا تعمل ريسك وتمشي مع الجماهير وتجيب مدرب مكان كولر، يا تسيب كولر واحنا وحظنا بقى. كده كده الدوري خلاص شبه انتهى، احنا وحظنا افريقيا، احنا وحظنا افريقيا. يا تعمل ريسك يا يرفعك فوق قوي يقول لك لا كنت سبته اضمن، يا سيبنا مع كولر واحنا وحظنا بقى. كده كده المركب ماشيه عوج ومش عاوزه تمشي. ومع الذكر الماتش زي ده كنا محتاجين احمد سيد زيزو يكون معانا علشان يدينا تصويبه من تصويباته من بره ال 18 تحل الدنيا شويه، ولكن ده هيحصل ان شاء الله السنه الجايه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.